بعد كل جريمة بكافئ نفسي بأكلة سمك من محل في بورسعيد أنا بحبه. وده كان كلام سفاح التجمع اللي تم القبض عليه منذ ساعات، وأطلق عليه سفاح التجمع لأنه كان بيقتل ضحاياه من الساقطات بعد تعذيبهم جنسيا. المتهم اسمه كريم، من مواليد الإسكندرية وتحديدا 1978، معاه جنسية أمريكية وجنسية مصرية، وخريج الجامعة الأمريكية. قام بالانفصال عن زوجته منذ 4 سنوات. كان مقيم خارج مصر ورجع مصر من حوالي سنة ونص. كان ساكن في التجمع الخامس وبيعمل في التجارة. كل ضحاياه من الساقطات، واحدة من الجيزة واتنين من الزاوية الحمراء. كريم كان بيستدرج ضحاياه عن طريق المال وبيقيم معاهم علاقة حتى الموت. يا ترى تم اكتشاف جريمة كريم ازاي؟ وده اللي هنعرفه. في يوم تم إبلاغ رجال الأمن إن تم العثور على جثث بطريق الإسماعيلية، وبعد أيام تم العثور على جثة تانية في بورسعيد، وكان الضحايا الاتنين من فتيات الليل. وتم معرفة المجرم عن طريق رجال الأمن، وتم تتبعه والوصول لمكان سكنه، وتم القبض عليه. ومن سؤال أحد شهود العيان قال إنه كان بيجيب ستات معاه، ودايما كان الستات بتطلع بس ما بتنزلش، من عادة واحدة بس كانت دايما بتطلع وبتنزل. وبعد كده تم معرفة إن الست دي عشيقته. ومع التحريات رجال الأمن اكتشفوا إنه كان حاطط عازل للصوت علشان محدش يسمع أي صوت لضحاياه وهم بيتعذبوا، وكان باين عليه إنه غني جدا جدا. وأثناء التحقيق معاه اعترف إنه كان بيصور ضحاياه فيديو وهو بيعذبهم. وحتى الآن تم العثور على 4 جثث من ضحاياه، وكلهم عليهم آثار تعذيب مثل خلع الأظافر وسلخ الجلد. وطبعا كده القضية أصبحت من ضمن قضايا الدارك ويب اللي اتكلمنا عليها قبل كده، في قضية الطفل أحمد من شبرا. ولحد دلوقتي التحقيقات مستمرة معاه. تابعونا علشان ننزل لكم كل جديد في القضية. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس. دمتم في أمان الله.